كاتب كتاب كنزي خلص، بس انا بعديها اتمرمطت مرمطه مش طبيعيه. مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس انا بعد كاتب الكتاب على طول كان عندي طياره. وقبل اي حاجه لازم اخدكم في تحضيرات الكاتب الكتاب والسفر. المره دي عملت بريدز 3، والناس اللي بتقولي شعرك كان وحش في كاتب الكتاب انا عاجبني كده، مش عايزه اعمل شعري خلاص. وعملت ضوافري ودي كانت اهم حاجه. حطيت الوان كتير قوي عشان انا مسافره فتره مده طويله جدا، وهاخدكم معايا في كل حاجه. وده النيلز بتاعنا. نرجع بقى اليوم كاتب الكتاب. اول حاجه كلنا لازم نتحرك مع بعض، انا ومنى وندى ورورو. وطبعا مش هقول لكم ان كلنا متاخرين جدا، فكان لازم افك الضفاير في العربيه. بعد كده حطيت الميك اب لنفسي، وده كان اللوك بتاعي. الدنيا هناك كانت رطوبه جدا، فعشان كده شعري باظ، وانا عارفه ان كده شعري ما بيعجبكوش خالص، فمش هتكلم عن الموضوع ده. كاتب الكتاب وادوني ورد. ان شاء الله شكلها انا اللي جايه ولا ايه؟ بهزر مفيش حد في حياتي يا جماعه. المهم الانترنس كانت بجد فظيعه جدا، كل حاجه في كاتب الكتاب كانت حلوه قوي، وبجد انا قعدت اعيط عشان انا بجد بحب الحاجات دي جدا، وبالذات لما تكون صاحبه قريبه مني قوي لازم بجد اعيط. يعني ما شاء الله بعد 8 سنين ربنا يحفظهم. كان لازم الغي رحلتي بقى بسرعه عشان عندي طياره، فغيرت هدومي بسرعه، ما استنيتش وطلعت على المطار. ولو فاكرين الموضوع هيعدي كده، لا يا جماعه وصلت بدري المطار، بس في حاجه حصلت بوظت كل حاجه. استنى اوصل واقول لكم بقى، يا رب بس اوصل.